حرفيا بعد طرح الابلكيشن ده انسى كاب كات خلاص. لو بتسال ايه الابلكيشن ده، فده ابلكيشن ايديتس اللي هيبقى متوفر على كل الاجهزه سواء اندرويد او ايفون، وكمان هيكون البديل المجاني لكاب كات. يا اهلا وسهلا بيكم في قناه المتواضعه. اتمنى لو دي اول مره تشوفني فيها انزل حالا اشترك في القناه علشان تشوف كل الفيديوز الجديده، ومن غير ما اضيع وقت كتير خلينا نخش ونبدا على طول. اكيد يا صاحبي انت بقيت عارف ان كاب كات بقى بعلامه مائيه، وعلامه مائيه ما بتروحش كمان، يعني ما تشوفش مثلا اعلان والعلامه تروح، لا حرفيا بقت لازقه في الفيديو. والموضوع ده يعني حرفيا بقى مزعج جدا، لانه بيجبرك انك تدخل في النسخه البرو علشان يشيل لك الاعلانات المزعجه الكتيره بتاعته. واكيد انت سمعت في الاخبار ان لما تيك توك اتحظر في امريكا حظر معه بالتبعيه كاب كات، لان الشركه المالكه بتاعتهم هي شركه بايت دانس. فاكيد شركه ميتا ما حبتش الموضوع ده، ويعني خصوصا ان هي عايزه تدخل منافسه وبتاع. بالمناسبه لما بحثت على الاندرويد ما ظهرليش اي حاجه، ولكن لما بحثت على الاي او اس فظهر لي انه كامينج سون، وانه لسه هيتم طرحه في 13 فبراير. لما قريت المعلومات اللي منزل لنا على الابلكيشن هيدعم حاجات كتيره جدا، زي انه هيجيب لك الميوزك الفايرال عشان تستخدمها على الفيديوز بتاعتك، وكمان في عزل للصوت ويقدر انه يعزل الخلفيه بتاعتك، وتقدر انك تظبط القطعات اللي في الفيديو، تقدر انك تعمل كل حاجه. والاهم ان هو كاتبها لك قبل البونت العريض بدون علامه مائيه ومجاني تماما. فيمكن اي حد بيستخدم السوشيال ميديا عادي جدا فيستخدم ده اكيد بديل لكاب كات، لان المشكله ان كاب كات بيحط لك العلامه المائيه بتاعته حتى لو انت ما عملتش اي حاجه في الفيديو، حتى لو الفيديو خام انت بس شلت الفراغات اللي فيها هيحط لك العلامه المائيه. فتقريبا كده كاب كات هينزل شعبيته شويه، خصوصا بعد طرح الابلكيشن ده، وكمان مع استمرار تطويره. فايثينك انه هيكون بديل جامد جدا لكاب كات اللي بقى باشتراك شهري. ثواني بس واحنا عمالين نتكلم كده، انت ليه لسه ما عملتش لايك وفولو؟ انزل حالا اعمل لايك وفولو، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. ما تنساش الاشتراك. نفسي والله همسك الدرع الفاضي كده اعمل لكم فيديو. يعني الابلكيشن كان نفسي اجربه ليكم، بس هو لسه هينزل يوم 13 مارس، ولكن دي بعض الصور اللي اتطرحت للابلكيشن اللي هو يبقى بالستايل ده كده. فعلا ستايل الابلكيشن قريب جدا من كاب كات، يعني تقريبا ستايل واحد او مدي اكتر على ابلكيشن في ان القديم جدا اللي كنا بنستخدمه قبل ما كاب كات يطلع. فانا بحب المنافسه جدا ما بين الشركات، يعني شركه بايت دانس تعمل اشتراك لكاب كات فتطلع شركه ميتا بابلكيشن جديد ولكن فور فري، والمستفيد الاول وفي الاخر هو الشعب الغلابه اللي عايزه تعمل اي حاجه كده ببلاش. فايثينك كان هيبقى ابلكيشن رايق اول ما ينزل ان شاء الله هجربه لكم. ما تنساش لو عجبك الفيديو انزل حالا اعمل لايك الرايق بتاعك، وما تنساش الاشتراك عشان تشوف كل الفيديوز الجديده، واكتب لي تحت الكومنتات مهتم بايه ان اتكلم عنه الفتره الجايه. وبس كده، اشوفكم في فيديو ثانيه كتير. سلام.